مرة شي باين وجهه. وانا داير هذه شكرا الله. بسم الله. عطوني السؤال. السيد كيف تعطينا قراءة لهذا الماتش والهدف من هذه التورنوا اللي لاعبينها هنا في مدينة بركة؟ بالفعل اولا كانت هناك مناسبه انه افتتاح ديال القاعه ديال مولاي الحسن اللي شفتوها خاصه بالفوتسال، وهذا الشيء تيشرفنا ان تكون عندنا قاعه خاصه بالفوتسال في هذه المنطقه. وهذه القاعات قلال، والحمد لله حنا بالمنتخب الوطني قررنا باش نديروا واحد الدوري دولي في هذا التوقف الدولي، يعني احتفاء بهذه القاعه. وشفتوا التجاوب ديال الجمهور، القاعه كانت مليئه، يعني هذه الرياضه بدات تاخذ المكان ديالها من ناحيه الشعبيه. ثم كما شرحت ليه ان هذا توقف دولي وحنا نستعد لكاس افريقيا المقبله، وبغينا نتجنبوا اي مفاجاه. ما يمكنش لنا نبقاو نلعبوا غير مع الفرق الاوروبيه والاسيويه ولا الامريكيه، خصنا نلعبوا مع الفرق الافريقيه. وشفتوا انهم تيلعبوا بواحد اندفاع بدني، تيلعبوا بدون حسابات تكتيكيه. هاد الحوايج مهمين بالنسبه لنا باش نتجنبوا المفاجات ونكونوا في احسن جاهزيه ان شاء الله في كاس افريقيا المقبله. شفنا عناصر جديده في المنتخب الوطني، واش هي السياسه يعني السياسه ديال اللي كيمشي بها المنتخب الوطني باش يعني كره القدم تدخل القاعات تبقى دائما عندها استمراريه؟ وضروري المنتخب هذا منتخب اللاعب الجاهز، اللاعب اللي تيعطي في الفريق ديالو، اللاعب اللي تيكون متالق في البطوله، اللي تيلعب على مراتب كبيره. عندنا لاعبين اللي يلعبوا الدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ في الاوروب، يعني هذا شرف. اللي بان انه حسن، فهذه مساله طبيعيه انه المكان الاقوى في المنتخب الوطني. تقييمك للاعبين البطوله الوطنيه؟ هو شفتوا اليوم شحال من لاعب كاين تبارك الله. اسماعيل مزال اللي لعب مقابله كبيره، الحراس بجوج من البطوله الوطنيه، عبد الكبير، محمد علار، رضا مديح، يعني تقريبا نصف لاعبين محترفين ونصف البطوله الوطنيه. الحمد لله المنتخب الجاهزيه هي اللي تتحكم. واليوم كنقدروا نفتخروا ان البطوله الوطنيه ولات تعطينا لاعبين دوليين اللي تيخليو ان المنتخب هو سيد القاره في هذه اللعبه. كوتش ربما نشوفوا المنتخب الوطني في جميع الجهات بطبيعه الحال من طنجه لكويره. دونك الزياره ديالك لمدينه بركان ربما اول مره كيلعب المنتخب الوطني المغربي. هذه نداء باقي من ماتش ان شاء الله نهار الاحد. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، نداء الجماهير باش انها تحتاج انها تشجع المنتخب الوطني. بالفعل المباراه الجايه غتكون مع ليبيا بطل افريقيا، حتى هو في 2008. يعني هذه الرياضه عندها واحد التاريخ في ليبيا، غيكون مباراه قويه. اليوم الحمد لله الجمهور راه كان، وان شاء الله نتمنوا انهم يكونوا في المباراه الجايه. وحنا نعتز بهذه المنطقه ونعتز بجميع المناطق الافريقيه. نتمنى اننا المنتخب الوطني يلقى فرصه فين يدور على جميع باش يقرب من الجمهور ديالو. شكرا جزيلا.